وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها
وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم محل الله من لا إله إلا الله سبحانه وبحمده ما استغفرنا وقلنا يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه التربة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقرب ثواب هذه القراءة إلى رسولنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، خصوصا سيدنا خباب خديجة الكبرى وعائشة الرضا بقية أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم وخباب فاطمة الزهراء والحسن والحسين وبأنها الإمام علي بن أبي طالب وكافة أصحاب رسول الله وأشهر مبشر الجنة خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة أشهر مبشر الجنة وكافة أصحاب رسول الله البيت أنصار رسول الله ثم إلى أرواح كافة والمقدم أهل المعلى والبقي والهزمل وفرد والأكدير أجمعين وكافة والمقدم أهل حضرموت خصوصا سيدنا مولانا مهجر الله من بيسا بيت الله أحمد بيسا سيدنا علي بن بيت الله أحمد بيسا ابن علي بن أولي خالد القسم سيدنا محمد بن بار وصول وفرهم ثم إلى رسول بكاتب سيدنا صلى الله عليه وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرهم سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي الفقيه وكان جمعين وصولهم وفرهم سيدنا عبد الله بعلوي سيدنا محمد مولد إلى ابن قطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن السقاب ومن في طبقات ابن حبيب محمد سن جميل محمد بن عمر بن مريم محمد علم والعيدين وأصولهم وفرهم أبي بكر سكر ونمان وخضار وإخوانهم أجمعين وصولهم وفرهم أبي بكر سكر مضرب سلا كبار أبي ما بكر العدل ماخي حسين والحبيب بن عبد الرحمن المكشف بن قطب الرحمن شيخ بن الأكبر وفاخر الوجود مولانا شبك المسالم محمد بن وجاهد وصولهم وفرهم إن وسلم شباب المسالم وكافة أول مقربين أهالي حضرموت كلهم جميع سوسن مكان قطب بن البصر عبد الرحمن الطاشر البارس قطب الرشاد وغثي البارس بن عبد الله محمد العداد والحبيب محمد زين الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب حامد المنفر بن حامد وصولهم زين عبد الله بن علي سقاب وأصولهم وفرن جميع ساداتنا والمقل المعلم كتب النافعة وصنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمزومة والصلاة والدوات منجد كل من جميع سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومزوماتهم صلواتهم دعواتهم نجد في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولياء من أهل هذه البلدة أهل بالمبang دار السلام كلهم أجمعين خصوصا هؤلاء السادة أولياء المقبورين في هذه التربة الحبيب البركة الحبيب إبراهيم بن زين بن يحيى والحبيب عبد الرحمن بن حسن علي دوس الحبيب شيخ بن أحمد بن شهاب وزهيب بن أحمد بن شهاب ووالد الإمام شيخ بن شهاب والحبيب شيخ بن حسن علي دوس والحبيب علي بن أحمد الكاف والحبيب عبد الله بن سالم الكاف والحبيب محمد بن عبد الرحمن المنور الحبيب جعفر بن حسين على الطاس الحبيب محمد بن سالم علي دوس والحبيب علي بن سالم الشيخ وبكر بن سالم الحبيب حسن بن حاشم بن السقاف طه والحبيب علي بن عبد الرحمن المنور الحبيب شيخ بن علوي الكاف والحبيب سليمان بن عبد الله الخريد والحبيب بن عمر بن علي الجنيد والحبيب عبد الله بن علي الكاف والحبيب هاشم بن عقيل المرزاق والحبيب سالم بن ابراهيم السقاب والحبيب صالح بن عبد الله الهادي والحبيب عمر بن محسن البار والحبيب سقاب بن سالم قطبان والحبيب عمر بن محسن الشاطري والحبيب عبد الرحمن بن حمد الحبشي والحبيب محمد إدريس الجفري والحبيب حامد الحداد والحبيب صالح بن إدريس الكركرة والحبيب حسين بن عبد الله القدري والشيخ الياس بن عثمان بن أحمد بن خامس والحبيب عيسى بن أحمد الكاف والحبيب أحمد بن زيد بن شهاب وابن الحبيب محمد بن زيد بن شهاب والسيد علوي بن أبو بكر بن الحبيب توفيق بن عبد الرحمن بن الحبيب شيخ بن علوي بن الخرد والحبيب إدريس بن عبد القادر المنور السيد الكرام بن إدريس بن شهاب والخبابة والخبابة زينب بن شهاب وكافة أولاد المقربين أهل هذه التربة كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم جل إطلال بين أيديهم اللهم جل فكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار سترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والآمان والفشة والرضوان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرة من خفرة النيران اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرماتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى
وعمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السروج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير
بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام والدرج ولنا المعلى وخيف منا فاعلم أن هذا وكن زكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشام درجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميتنا في طريقتهم ومؤافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام يا رفيع الشام يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعاناهم عليه فإن اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الإخوان، جماعة مجلس ذكر زيارة rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah kembali memilih kita dalam mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan yang tidak kita ragukan penuh dengan keridhaan Allah, cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Min ba'da salat al-maghrib nadhkurullah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca asma Allah husna, lalu kita bermunajat kepada Allah, lalu kita pun membaca pujian-pujian dan munajat dengan wasilah baginda Rasulullah SAW lewat qasidah Mudhariyah dari Imam Muhammad Al-Bushairi
Alhamdulillah kita tutup tadi majlis pertama kita dengan salat isya berjamaah. Lalu kita lanjutkan majlis kita tadi berzikir, berziarah di Maqam Pangeran Syarif Ali bin Syekh Bakar bin Salim. Alhamdulillah dengan izin Allah sesuai tertib yang biasa kita laksanakan, Allah mengizinkan kita kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di pemakaman para aulia Allah Kambang Koci, yang mana disinilah para usul para habaib yang dulu datang di awal, datang mereka pada zaman-zaman yang awal masuk kota Palembang. Kebanyakan mereka dimakamkan di ini tempat yang kita yakini dari apa yang dikatakan oleh para guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kebanyakan mereka yang dimakamkan di sini adalah mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang saleh, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, di malam yang ke-6 daripada bulan Safar, Zafarul Khair wal Barakah, kembali kita duduk bersama para orang tua kita, para syiban, para asatis, dan alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan tambahan keberkahan. Hadir bersama kita guru kita yang tercinta Syekhuna Al-Habib Sayyid Al-Fadil Al-Habib Saleh bin Mutahhar Al-Hamid, yang alhamdulillah beliau masih berada di Palembang dan dengan izin Allah mendapatkan bagian untuk duduk bersama kita di tempat ini dan insyaallah memberikan keberkahan untuk kita. Tujuan kita di sini duduk bersama beliau, sama-sama mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap cucuran daripada keberkahan mereka para aulia Allah. Tadi beliau sudah mengatakan dari awal waktu baru duduk masuk ke sini kita sudah dapat nasihat, kata beliau. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan kafa bil mautil wa'idah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau kita memang hati yang hidup, pikiran kita terang, begitu melihat makbarah kita langsung dapat nasihat. Tapi kita tetap akan meminta nasihat dari beliau, tambahan dari beliau nasihat insyaallah. Na'rifkum ya Sayyidi Al-Habib Saleh Al-Hamid. Alhamdulillah ma'ana harakat dakwah jalsah syahriyah ma'a haula syibab wa hudur kadari ba'du syiban asatidh. Akhtarna Lailatul Ahad lianna adat fi Indonesia al-syakal am Lailatul Ahad Lailatul Ghaflah. Karena bukra yaumul utlah. Al-laila hum yasahar bil-lail liajli lahu liajli ma'siyat wa ghairu dzalik. Lakin alhamdulillah akhadna haula syabab yajlis ma'ana, bada'na min ba'dal maghrib qubal ma'ana jalsah bi asma'ul husna wa mudhariyah wa munajat biha jama'na hadha fi hadzal kitab min ba'dal maghrib laman yadkhulu waqtul isya thumma nusalli isya bil jamaah thumma na'ti ila maqbarah Pangeran Syarif Ali bin Syekh Bakar hanak di awal fi hall Syekh Bakar. Naam, zurna huna jalsah khafif ثم نأتي إلى هذا المقام. هذا المقام يسمى كامبان كوتشي. كامبان كوتشي، كامبان زي زاوية. كوتشي هذا سفينة صغير. نعم. هذه المقبرة من أقدام المقابر في فالمبان. السادة بعلوي. نبنا حبيب أحمد بن شهاب مثال أبوه مدفون هنا. وهناك في مسجد سونغاي لومبور مسجد بنى حبيبنا الحبيب عبد الله بن سالم القاب وابنه كذلك بنى مصلى من قبل 170 سنة تقريبا المسجد قد بنى والحبيب مدفون هذا المكان كذلك. وكم من رجال أصول أكثرهم في هذا المكان والباقي فروع في ينتشر في علو وإيلير. هناك في مقبرة حبيب أحمد بن حسان في مقبرة بابو سالم السقاب وهما في مقبرة الحبيب أحمد بن شهاب وجنبنا هناك موجود كذلك مقابر سلاطين سمى كوبة تنكرب من عجائب العجائب. وهذا الشاهد في كل مقبر سلطان لابد في جنبه مقبر حبايب. صار لنا مشاورة ذاكر ما هؤلاء حكماء لكن لأنهم حكماء له قوة ويكلفنا بالتكليف القوة، لكن أراد الله نحن خلاص قدرنا ما نستطيع ندافعهم، لكن هؤلاء رجال من أهل المقام. الحاصل كان في سور هنا، سور من حجر، وهؤلاء كما قد جهزوا صندوق لأجل ينقل عظام حق الحبايب. نعم، صندوق بجملة مثلا تقريبا 176 على حساب طوب. نعم طوبوت على حساب قبر في هذا المكان. بعدين جاب العمال يكسروا سور. أولا يشتغلون، ثانيا ما حد يشتغل، كلهم أصابهم مريض بإذن الله. أولا يشتغلون يكسروا ويهدموا سور جدار حدود هذا المقبرة، والثاني يوم كلهم أصابهم مريض ما حد يشتغل. وثم في ثاني يوم حدث الحادث في
fi ta'irah hagu Singapura sagatat fi nahar Musi wa bisubhanallah kulluhum arukab matu wa jumlatuhum madbud ma jumlah tabud hagu habaib wa sara at-tabud ma huwa lihajil habaib لأجل هؤلاء أكثرهم كفار سنيون أكثرهم وبعد ذلك تنفتح عقولهم يعرف أن هذا ما يمكن هم بيعمل سوء لهؤلاء الرجال أولياء لأن هذا المقام أولياء أكثرهم وطلب مسامحة وصوي سور جديد جدار جديد وصار بل شفنا مكتوب بالإندونيسيا مقام هذا صار محفوظ عند الحكماء هكذا سيدي. والحمد لله نقيم مع مشايخنا مع حبايبنا من أيام قديمة بالحقيقة من حتى من قبل ولدت ربما في زيارة سنوية هناك لكن أفراد قليلة جاء تقريبا 20 أو 30 حبايب من هنا وهنا يجتمعون لكن بعد الحمد لله ممكن في أواخر التسعينات بدأ يكبر ويكبر حتى صار سوينا عادات في فلمبان ما يسمى زيارة كبرى سمعتم هذا تشبه بما في حضرموت زيارة باللهود 3 أيام أول يوم عند قبر حبيب أحمد بن زين من أحمد بن سيم شهاب ثم ثانيا في أولو عند حبيب أحمد بن حسن الحبشي بن عبد الرحمن منور وعند سقاب أبي سقاب وثالث يوم آخر النهائي في هذا المقام يجتمعون في بيت حبيب عبد الله بن شهاب ثم يمشون ألوف حضور ما بين 10,000 إلى 15,000 حضور حبايب من جاوا من ماليزيا من سنغافورة بل بعضهم إخوان حبايبنا من حضرموت منهم شيخ خطيب كاد كل سنة حضر كاد كل سنة هو يحضر فينا السنة الماضية حضر كذلك والحمد لله نحن نهيئ هذا الجلسة في هذا المقام طبعا هذا من فضل ربنا كذلك نحرس هذا المقام لكي يكون محفوظ عند الله ببركة في مجالس شهرية وإن كان شهرية وطبعا نقرب نفس الفقير وهؤلاء الشباب إلى هؤلاء الرجال هكذا يا سيدي بغينا الدعاء منكم والنظر منكم عسى إن شاء الله هذا الجلسة يدوم إلى ما شاء الله ومعنا إن شاء الله ليلة الأربعاء جلسة عند قبر الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى زيارة كذلك مع قراءة الكتب هنا كذلك بالحقيقة قرأنا كتاب الإمام عبد الله حداد أدب سلوك المريد وعند سيد عقيل بن محمد بن يحيى هذا قبر قديم في البيت هذا توفي قبل 140 سنة تقريبا حبيب عقيل بن محمد بن يحيى مدفون قبر واحد في البيت قبر واحد في البيت وقرأنا هناك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب سيد محمد المالكي خصائص أمة المحمدية ثم ليلة الخميس أول شهر انتقلنا إلى جهة أولو هناك زرنا حبايب الذي هناك موجود في أحمد بن حسن الحبشي وغيرهم سوينا جلسة كما هذا وحضور بعض الشبان حبايبنا الحمد لله بين دعاء منكم وطبعا إن شاء الله دعاكم مقبولة مستجابة إن شاء الله والآن وإن كان قد قلت لنا قبل أن مقبرة نصيحة لنا بين زيادة نصيحة منكم سيدي فعليكم تفضل مشكورة بالجلوس لا بأس به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في مجلس فيه من الادكار والاستبصار والعبرة والعظة ما حال المجلس يتكلم عن ذلك. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam sebuah perkumpulan yang penuh dengan pengingatan, penuh dengan nasihat, penuh dengan mawa'id, dan itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nashhadu annahu Allah ilahun wahidun fardun samad mustahiqqun lil ibadati walil thana. Dan kita telah menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat berhak untuk dipuji. Arsala bil huda wa dinil haq mustafahu Ahmada. Dan beliau
Allah Subhanahu wa taala telah mengutus zat yang membawa daripada hidayah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولم يقدم سواه في المرتبة والمنزلة أحدا. Dan tidak ada yang dikedepankan selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi kedudukan. وجعل له آلا وأصحاب هم نعم الرجال. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang luar biasa. أما آل بيته فقال في حديثه مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. Adapun ahlul bait beliau sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, aku dan juga para keturunan dan ahli baitku adalah laksana kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat, dan barang siapa yang berpaling darinya maka mereka akan celaka. وقال في أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. Adapun perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sahabatnya, para sahabatku laksana bintang yang bercahaya di langit. Dengan siapapun kalian mengambil panutan maka kalian akan mendapatkan hidayah. وأمرنا في جميعهم أهل بيت الرسول والصحابة الأكرمين أن نترحم عليهم وأن نترضى عليهم ونهانا عن السب وعن الذم وعن الطعن فيهم. Adapun mereka para ahli bait dan para sahabat mengajarkan kepada kita agar kita tidak pernah memiliki sifat untuk saling mencaci ataupun mencaci sahabat, mencaci para ahli bait, membenci para sahabat ataupun membenci para ahli bait. وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال أن الله قد ترك فينا واعظان ناطق وصامت. Dan juga Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kepada kita dua penasehat. Yang pertama penasehat yang berbicara dan penasehat yang diam. فأما الناطق فهو القرآن. Adapun penasehat yang berbicara adalah Al-Qur'an. وأما الصامت فهو الموت. Adapun penasehat yang diam adalah kematian. وهذه سنة الحياة نعيش لنربح على الله لا لكي يربح علينا. Inilah sunnah di dalam kehidupan. Inilah perjalanan kehidupan yang mana kita hidup hanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. وما سمعناه من أخبار هذه المقبرة المنورة الطيبة المرعية الملاحظة التي تحرس في الحقيقة بهالبلاد والعباد أكبر دليل على أن الله يعز أولياءه. Yang mana kita dengar akan kabar kuburan yang sedang kita ziarahi, yakni dharih atau turbah yang sedang kita ziarahi, dari penuhnya cahaya yang ada pada mereka-mereka yang terkubur di sini adalah dalil menunjukkan bahwasanya para aulia Allah itu adalah mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. لأن جل من دفن بها وثوابها لا يعد عن أن يكون في أقل منزلته ولي صالح. Dikarenakan kebanyakan yang terkubur di sini mungkin keseluruhannya mereka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. كيف وهم عباد زهاد أولياء أتقياء أنقياء عارفين بالله. Yang mana mereka adalah ahli ibadat, ahli zuhud, dan mereka menjaga diri daripada hal-hal yang haram, maka mereka menjadi aulianya Allah. يستدفع بهم البلاء. Yang mana dengan mereka dapat terangkat mara bencana. ويستشفع بهم في حصول الحاجات. Dan dengan mereka dapat memudahkan kita menggapai daripada hajat-hajat kita. وهم مفاتيح إن شاء الله للرزق والبركة. Dan mereka adalah kunci-kunci insyaallah dengan seizin Allah untuk rizki kita. بل ذكر أحد أئمة من يضادون هذا النهج وهذا الطريق كلاما يثبت هذا. Bahkan disampaikan oleh orang-orang yang mana mereka mengingkari akan hal tersebut, yang menetapkan bahwasanya mereka dapat memberikan kepada kita manfaat. ذكر ابن تيمية وهو أحد علماء القرن الثامن عندما سئل عن ما يكون أمام قبور الصالحين من الدعاء وطلب الرحمة والتوسل بالصالحين قال بما نصه وفيما معناه ويستثنى من ذلك قبور الصالحين والأولياء. Adapun Ibn Taimiyah yang mana beliau adalah ulama dikarenakan dengan menziarahi mereka
doa-doa kita dapat diijabah oleh Allah. وتنزل الرحمات. Dan dengan menziarahi mereka dapat diturunkan oleh Allah rahmatnya. هذا إمامهم يقول ذلك. Ini adalah panutan mereka, orang-orang yang melarang akan ziarah. فسبحان الله الذي أظهر علامة ورايات أوليائه في الدنيا قبل الآخرة. فسبحان الله الذي أظهر رايات أوليائه وعلمائه في الدنيا قبل الآخرة. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kemuliaan mereka para kekasih-kekasihnya di dunia sebelum di akhirat. سؤال يضع منه نفسه من الذين مدفونين الآن هنا؟ Jikalau kita tanyakan siapa yang sekarang dikuburkan di sini, أتريدنا أن نعرف كلنا؟ apakah kita ingin mengetahui mereka semua? عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء صلى الله عليه وسلم. Mereka adalah orang yang alim, anak daripada orang yang alim, anak daripada orang yang alim yang bersambung nasab mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن نقي إلى سيد الأتقياء والأنقياء صلى الله عليه وسلم. Mereka adalah orang yang bertakwa, putra daripada orang yang bertakwa, hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad, daripada ketua daripada orang-orang yang bertakwa. مستقيم عن مستقيم عن مستقيم إلى إمام المتقين. Orang yang berjalan di jalan yang lurus, anak daripada orang yang berjalan di jalan yang lurus sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويصدق فيهم قول الشاعر إذ قال وفاتني من خيار الناس. Dan sebagaimana hal tersebut dikatakan di dalam sebuah syair, telah hilang daripadaku orang-orang yang memiliki kebaikan. كم رجل Berapa banyak dari mereka ما فارق الذكر طول العمر والكتب. yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan mereka sedikit pun daripada kitab Al-Quran dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. بكاء ليلته. Yang mana mereka banyak menangis di tengah malamnya. سجاد خلوته. Yang mana mereka banyak bersujud di malam harinya. من خوف مالكه. Yang dengan ketakutan yang penuh kepada Tuhannya. يستعذب التعب. Dan mereka tidak menghiraukan akan kecapean. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka adalah para aulia-aulia Allah, para wali-wali Allah yang tidak memiliki rasa takut ataupun rasa sedih. وأما أمثلة ما ترى من الكرامات التي يحصلها الله فما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. Adapun karamah beliau yang mungkin pernah kita dengar ataupun pernah kita lihat, maka sebagaimana para anbiya mendapatkan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka para aulia diperbolehkan untuk mendapatkan karamah. يظهرها الله عبر الأوقات والأزمان بين فينة وأخرى لكي يتعظ الناس. Yang mana Allah wa taala tampakkan karamah tersebut agar kita semua mendapatkan nasihat ويتأدب الناس. dan kita semua dapat memiliki adab kepada mereka. ويعرفون لأولياء الله قدرهم. Dan kita dapat mengetahui kadar mereka di sisi Allah. والذي يظهر في الحياة الدنيا من قدر الأولياء شيء يسير بالنسبة للآخرة. Adapun yang tertampak daripada mereka di saat mereka di dunia itu adalah sesuatu yang sangat amat sedikit daripada apa yang disiapkan oleh Allah untuk mereka di akhirat. وما عند الله خير للأبرار. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kebaikan yang luar biasa untuk mereka-mereka yang وما عند bertakwa. الله خير للمتقين. Apa-apa yang Allah persiapkan adalah suatu kebaikan yang luar biasa untuk mereka para orang-orang muttaqin. إذن لماذا حضرنا إلى هذا المكان؟ Lalu mengapa kita hadir bersama duduk di tempat ini? لكي يلحق الآخر بالأول. Agar kita dapat disambungkan mengenai kita adalah umat akhir zaman dengan mereka-mereka. ولكي نتشبه ونقتدي بآثارهم. Dan agar kita dapat menyerupai daripada adat dan ajaran mereka. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. Jikalau kalian tidak mampu menjadi seperti mereka, malah serupailah mereka. Dikarenakan menyerupai orang-orang yang beruntung, maka insya Allah kita akan digolongkan sebagai orang yang beruntung. والذي رأيناه من سلفنا الصالح ومن تراجمهم ومما عرفنا بهم وسر تعلقنا بهم يخبر عن صورة جميلة عظيمة يحبها الله. Adapun dari apa-apa yang sampai kepada kita daripada adat atau perjalanan kehidupan daripada aslafun salih, tertampak daripada biografi mereka, perjalanan kehidupan mereka adalah hal-hal yang luar biasa indah. وهي طريقة ومنهج ومسلك ودستور المتقين في الحياة الدنيا. Mereka dan hal tersebut merupakan jalan atau tujuan yang mana
hal-hal tersebut adalah dapat mencapaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. يا حاضرين انظروا لخاتمتهم هؤلاء. Wahai para hadirin, lihatlah bagaimana akhir hayat mereka semua yang dikuburkan di sini. ممن سمع منكم من الكبار كيف مات الحبيب الفلاني أو الشيخ الفلاني أو السلطان الفلاني. Yang mana kalian dengar daripada guru kita bersama Al-Habib Syukri bin Syahab, bagaimana mereka meninggal, bagaimana Sultan ini meninggal, bagaimana hubungan mereka satu sama lain di akhir hayat mereka dengan keindahan yang luar biasa. صاحب التقوى وصاحب الاستقامة وصاحب المتابعة وصاحب المراقبة لله. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan, orang-orang yang memiliki istiqamah, orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. مات إما ساجدا أو ذاكرا أو مصليا أو تاليا للقرآن. Mereka meninggal baik meninggal di dalam masjid atau meninggal dalam keadaan berzikir atau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Intinya mereka meninggal dalam hal-hal yang baik. أو فاعلا للأعمال الصالحة. Atau mereka meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal-amal saleh. أو ساعا في حاجات المسلمين يقضيها بفرح. Atau dalam keadaan sedang menuntaskan atau menunaikan daripada hajat-hajat saudara-saudara mereka sesama muslim. هذه حياة المؤمن في الدنيا. Inilah kehidupan mukmin yang sejati di muka bumi. لا راحة له إلا بهذا. Tidak ada ketenangan bagi mereka kecuali dengan hal-hal tersebut. وانظروا حكمة اختيار هذه الجلسة الشهرية. Maka lihatlah bagaimana hikmah pemilihan duduknya kita bersama di sini setiap bulan. بكرة إجازة. Besok adalah hari yang libur. كما أخبرني الأخ محمد شكري. Sebagaimana dikabarkan oleh guru kita Al-Habib Syukri. ماذا يفعل الغافلون؟ ماذا يفعل الغافلون في هذه الليلة؟ Apa yang sedang dilakukan oleh mereka orang-orang yang sedang lalai di luar sana? يتحدون الله في أرضه وفي ملكه. Mereka menantang Allah Subhanahu wa taala di buminya Allah. يقتحمون المنكرات. Mereka melakukan hal-hal yang mungkar. يرتكبون المعاصي. Mereka melaksanakan hal-hal maksiat. يضيعون الأنفاس في الأوقات فيما لا يعود عليهم في نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. Mereka menghabiskan nafas mereka dan juga waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang tidak sama sekali memberikan kemanfaatan kepada mereka di muka من bumi. بعض ما يعمل في هذه البلاد أو تلك تكاد أن تنزل الصواعق على أهلها. Yang mana hal-hal tersebut jikalau dilakukan di suatu daerah yang mungkin tidak ada kita bersama di sini, hampir-hampir saja mungkin Allah akan menurunkan azab secara umum kepada mereka. لكن ببركة الصالحين. Akan tetapi dengan berkat mereka para aulia as-salihin وبركة مجالسهم مثل هذه. dan berkat majlis-majlis yang serupa semacam ini المرتبطة بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. yang terkesinambung dengan sanad kepada baginda Nabi Muhammad, تحرس البلاد. maka tempat kita atau negara kita atau kota kita dijaga oleh Allah. وتحمى البلاد. وتحمى البلاد. Dan daerah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ويرد taala. الله ما قد قضى بعض الأحيان من عقاب على أهلها. Dan Allah tolak daripada bala-bala yang sempat ingin Allah Subhanahu wa taala turunkan. فالمطلوب مننا في الأخير أن نعرف لهذه المجالس قدرها وأن نتسابق لحضورها ونحث غيرنا أيضا على الحضور. Maka sepatutnya kita semua untuk mengetahui akan kemuliaan kadar daripada majlis ini dan kita berlomba-lomba untuk terus-menerus menghadiri majlis-majlis semacam ini. والخلاصة يوم القيامة هناك مصيرين ليس لهما ثالث. Yang mana nanti kelak daripada ringkasan pembahasan beliau, nanti di hari kiamat ada dua jalan yang tidak ada jalan yang ketiga. أصحاب يمين وأصحاب شمال. Mereka adalah golongan-golongan sebelah kanan ataupun golongan-golongan sebelah kiri. أصحاب اليمين يستلمون كتبهم بأيمانهم. Yang mana mereka golongan-golongan sebelah kanan akan menerima catatan amal mereka dari tangan sebelah kanan. نعم. وأصحاب الشمال يستلمون كتابهم بشمالهم بطريقة مزرية هكذا في ظهورهم. Adapun mereka golongan-golongan sebelah kiri, mereka akan diberikan kitab-kitab kehidupan mereka di dunia dari tangan sebelah kiri dan dari cara mengambil dari belakang punggung mereka. أصحاب الإيمان ماتوا على الأمان فيوم القيامة هم في أمان. Mereka golongan-golongan sebelah kanan adalah mereka orang yang meninggal dalam keadaan iman, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang aman. وأصحاب الشمال قصروا وعصوا وتمردوا وكفروا ونافقوا فهم يوم القيامة في فزع وهلع وتعب ونصب.
Adapun golongan yang sebelah kiri adalah mereka yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan melakukan daripada dosa-dosa dan bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan serta keletihan yang luar biasa di hari kiamat. يقول الله عن أصحاب اليمين ومنهج أهل اليمين وطريقة أهل اليمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بيمينه. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mereka golongan-golongan yang sebelah kanan, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun mereka golongan-golongan yang diberikan kitab-kitab mereka dari sebelah kanan. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Dan Allah Subhanahu dan dikatakan maka bacalah kitab-kitab tersebut. إني ظننت أني ملاق حسابيه. Aku mengira bahwasanya aku akan mendapatkan hisab yang panjang. فهو في عيشة راضية. Akan tetapi mereka akan mendapati kehidupan yang penuh dengan keridhaan. في جنة عالية. Di sorga yang sangat amat tinggi. قطوفها دانية. Yang mana di sana dapat kita petik daripada hal-hal yang luar biasa indah. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah daripada apa-apa hasil amal-amal kalian selama kalian di muka bumi. يا رب اجعلنا ووالدينا وأخواننا وأحبابنا ومن نحب منهم يا رب العالمين. Dan maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami dan juga antum para hadirin dan orang-orang yang memiliki kecintaan kepada kami termasuk daripada golongan tersebut. وأما الصورة الثانية Adapun gambaran yang kedua السوداء المظلمة adalah orang-orang yang memiliki kegelapan, المتعبة orang-orang yang akan letih luar biasa, التي تشيب لها رؤوس الولدان yang mana mereka akan mendapatkan uban nanti kelak di sana. الله 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 التي نسأل الله أن لا يجعل مننا ولا فينا وفي من نحب أحد منها يا رب العالمين. Yang mana kami minta kepada Allah agar kami dan juga kalian semua serta orang-orang yang memiliki kecintaan kepada kita semua tidak digolongkan daripada golongan يقول tersebut. الله تعالى في كتابه. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. فلنستمع ولنتعظ. Maka kita dengarkan dan kita ambil nasihatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول. Adapun mereka orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Maka mereka mengatakan seandainya saja aku tidak mendapatkan kitab tersebut. ولم أدري ما حسابيه. Dan aku tidak tahu akan apa hisab yang akan aku hadapi. ما أغنى عني ماليه. Tidaklah menjadiku kaya apa harta-harta yang aku miliki. هلك عني سلطانيه. Maka aku menjadi orang-orang yang celaka. خذوه فغلوه. Ambillah mereka dan lemparkanlah mereka. ثم الجحيم صلوه. Dan masukkanlah mereka ke dalam neraka jahim. ثم في سلسلة. Dan ikatlah mereka dengan rantai-rantai. ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Dengan panjang 70 hasta dan tariklah mereka. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يحض على طعام المسكين. Dan mereka tidak perhatian akan memberi makan kepada orang-orang yang miskin. فليس له اليوم هاهنا حميم. Dan mereka tidaklah ada hari mereka kecuali di sini. ولا طعام إلا من غسلين. Dan mereka tidak ada memiliki makanan kecuali daripada makanan yang ada dalam api neraka. لا يأكله إلا الخاطئون. Yang mana hal tersebut tidaklah dimakan oleh kecuali orang-orang yang memiliki kesalahan. فهذا الناطق وهؤلاء هم الصامتون الذين لو تكلموا لما بتنا الليلة هذه إلا نبكي. Yang mana Al-Quran yang bagaimana beliau sebutkan tadi adalah penasehat yang berbicara dan mereka adalah penasehat-penasehat yang diam, yang mana jikalau mereka berbicara saja dan kita mampu mendengarkan apa yang dapat mereka sampaikan, maka kita tidak akan bisa tidur malam ini kecuali dengan tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. نرجو من الله الذي تفضل وتكرم. Amin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya
أن ينفس الكربة ويفرج الهم آمين. إن شاء الله يا رب آمين. العالمين. آمين. وأن يجعلنا وإياكم من آمين. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. اللهم كما أكرمتنا بلا إله إلا الله محمد آمين. رسول الله، آمين. فحققنا بمعانيها، ارزمنا طرائقها، اجعلنا آمين. من أهلها، ثبتنا آمين. على دربها آمين. يا رب. اربطنا بمن سلكوها وتحققوا بها وارتقوا في مراقيها وفي مراتبها يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا لنا نفسا أمارة لا نقدر على مخالفتها، وإن لنا أوقاتا تضيع من حياتنا في غفلات، فلا تحاسبنا عليها، ولنا أولادا ربما نقصر في تربيتهم، فساعدنا يا الله على ذلك في خير وعافية. ليس لنا قدرة في طاعة ولا في عبادة ولا في تقوى ولا في استقامة ولا في مشي في هذه الحياة على سنن ترضاه ويرضاه حبيبك محمد النبي المؤتمن، إلا بتوفيق منك، إلا بتأييد منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سر بنا وخذ بنا أخذ أهل الفضل عليك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. يا رب اسعدنا نحن وزوجاتنا وأولادنا وأخواننا وأصحابنا وقراباتنا وأهل هذه البلدة بسعادات في الحياة الدنيا ويوم الموافاة ويوم الملاقاة يا رب العالمين. اجعلنا ممن يستلمون الكتب بأيمانهم فتكون لهم السعادة بشرب من الحوض، وأن يراعى لهم في الميزان، وأن يمرون على الصراط أسرع من البرق الخاطف، وأن يكونون من أوائل الداخلين مع السيد المعصوم الذي قام حتى فتقبلهم منا يا رب، وارزقنا فيه الإخلاص والصدق والمراقبة وحسن والحياء منك يا رب العالمين، والاستغناء بك عمن سواك يا رب العالمين. أدم مفاتيح الهدايا والدلالة حيثما كانوا، وكم كانت أعمارهم على الدلالة على الخير. ثبتهم وسخر لهم الدنيا كلها بما فيها لأجل أن يؤدون رسالتهم على وجه ترضاه عنهم يا رب العالمين. ومن انتقل منهم نترحم عليهم، نترحم على السيد مهدي بن شهاب عليه رضوان الله، فقد سمعنا منه مما سمعنا أنه رجل عاش ب44 سنة لكنه عمل أعمال من سيعيش 200 سنة. واحد صدق مع الله فكان هذا الأثر منه، فكيف إذا صدقوا هؤلاء كلهم يا رب؟ اصدقنا يا رب في أقوالنا وفي أفعالنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وسامحونا الفقير، جيت مستمد، جيت مستعطف، جيت راجي الوفاء بعهد الله إن صح منا ذلك، والمؤازرة والمعاضدة والمعاونة سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكم آية يدا بيد لما يرضي عننا الرب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. أحسنتم، صلى الله عليكم، جزاكم الله خير الجزاء. حبيبنا الحبيب صالح بن مطهر الحميد والأخ السيد Ustaz Syam Syahab yang telah menerjemahkan daripada ucapan beliau. Alhamdulillah begitu banyak nasihat yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk selamat dunia, selamat akhirat, kelompok-kelompok orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah seperti bagaimana malam ini di makam mereka para awliya Allah, kita pun akan dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang telah kita saksikan kehidupan mereka. Jangankan di zaman mereka ikhwan, yang hidup sekarang bersama kita saja, alhamdulillah masih kita saksikan para guru-guru kita yang mana mereka itu, guru kita itu orang alim, abahnya orang alim, kakeknya alim, buyutnya alim, terus alim, ibn alim, ibn alim, ibn alim, sampai kepada Sayyidul Alim Rasulullah SAW. Mereka orang soleh, abahnya orang soleh, kakeknya orang soleh, terus sampai ke atas. Alhamdulillah di kalangan Sadal Bali khususnya mereka masih banyak kita dapatkan, baik di Hadramut ataupun di Mekah, Madinah ataupun di negeri kita Indonesia. Bahkan di Palembang pun masih kita dapatkan orang-orang yang secara ilmu, secara nasab mereka mulia. Mereka tidak keluar daripada rel para datuk mereka, para orang-orang tua mereka, para salaf mereka. Mudah-mudahan kita pun tidak keluar dari jalan mereka. Dan insyaAllah bagaimanapun keadaan kita yang perlu dengan kekurangan ini ikhwan, selagi kita tetap jalan di jalan mereka, insyaAllah akan sampai bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Untuk malam hari ini mungkin kita tutup dengan qasidah sebagaimana biasa, dan kami ulangi lagi bahwasanya insyaallah taala jalsah kita yang kedua di awal bulan ini insyaallah untuk zikir ziarah hari Selasa malam Rabu setelah majlis di Kampung Muaro. Ba'dal Isya kita kumpul di Maqam Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya atau Datuk Agil Jatari, para syiban, para habaib sekalian asatis untuk hadir bersama.
Jalsa diawali dengan membaca asma Nabi SAW yang dibentuk dalam bentuk salawat kepada baginda Rasulullah SAW, lalu dilanjutkan dengan tahlil yasin dan bacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Abbas Al-Malki. Lalu kita lanjutkan insyaAllah malam Kamis setelah majlis di Kampung Waspada Ba'dal Asar, kita kumpul Ba'dal Maghrib di Masjid Al-Haddad. Pembacaan seperti tadi, kitab Babul Fathul Wisal, yaitu zikir Asmaul Husna, Mudhariyah, Munajat dan lain-lain sampai Isya. Pada Isya kita ziarah ke pemakaman yang ada di seberang Hulu insyaallah taala, dan kita akan lanjutkan juga pembacaan kitab daripada kitab Ayyuhal Walad, kitab Afan. Ya, Ayyuhal Walad dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Kalau di sini Adab Sulukul Murid, di sana Ayyuhal Walad. Walaupun judulnya Ayyuhal Walad tapi isinya Hatta Abul Walad, mungkin susah untuk menerapkan menjalankan, tapi insyaallah tabarukan mil berkah daripada Magam Aulia dan majlis yang dibacakan kutubus salaf insyaallah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan rahimakumullah, mari kita tutup dengan qasidah. Setelah itu kita bikin halaqah untuk persiapan makan malam insyaallah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قدر الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. صابر وشاكر ألا يا الله بنصرة تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنصرة ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنصرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. هذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشاتها حقيرة ومداتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها. ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها. ألا يا الله بنظرة طوبى ثم طوبى لمن منها تأذر
وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. على الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معانا في المرابي وأمسى سفر راهل وأمسى القلب والبال من بعده المقدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله. ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة ألا بشار جداد سهائب رحمة البر وحياهم بروع الرضا ربي وبشار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب هم بقلبي نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ومنهم في السرائر فؤادي قاطنون بساحات تربها من ذاك المسك العطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. منازل خير السادات ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادات. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق والذر إليه معتني كل لو مطلوبه تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بالقبول والإقبال صلح كل حال. يتقبل منا الزيارة ويعجل بالبشارة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. تقبل منا هذه المجالس وجعلها خالصة مخلصة لوجه الكريم، واجعل بفضلها إن شاء الله دفع الآفات والملمات والبليات والعاهات والبركة في الأهل والمال والعيال وطول الأعمار في طاعة الله ورسوله على من واصل من الصالح عند زياراتهم عند مجالسهم وعند نوينا من ودخلنا نيتها نية المقاصد وعلى نية طالبها وما علم الله ما صلح نية الله سبحانه وتعالى يرفع ما نزل بإخوان المسلمين لا سيما في غزة وفي الضفة وفي بيت لحم وفي رفح وفي كناه في بيت المقدس في كل مكان يؤذى فيه من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير وجه حق ظلما وجورا. نسألك الله أن تلطف بهم وأن تأخذ بيدهم وأن تنصرهم وأن تجعل على يدهم النصر إن شاء الله والتأييد وتبارك لهذه البلدة إندونيسيا وما فيها أمنها واستقرارها ورخائها وأن تعين بعضهم بعضا على التعاون فيما يكون فيه كل خير وصلاح أمر الدنيا والدين يا رب العالمين. إن شاء الله اجعلهم عوان على الخير
واهدي من أردت أن تعجل هدايته، وثبت من هو في الهداية إن شاء الله وفي طريق الاستقامة، ثبته على أكمل الاستقامة، وتلك هي أعظم كرامة. وعودة وعادات جمع مثل هذه المجالس على حال طيب وعلى إقبال طيب وعلى سعة في المشهد وعلى حسن ظن وعلى تواضع وعلى أدب مع أولياء الله، لا سيما من انتقلوا من أهالينا، ونية الارتباط بهم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، وبنية الله سبحانه وتعالى يستنزل بهم إن شاء الله ويستدفع بهم، ونحصل على مرامنا في الدنيا والآخرة، وعلى ما علم الله من صالح النيات في الدارين بسر أسرار. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبأم المؤمنين يا ذو يمة اكفي شر الظالمين وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qabbalallah minkum. Tafadhal ikhwan, bikin halaqah setelah halaqah 4 orang. Kalau ada cucian tangan dikirim dulu ke atas. Fadhal hadrah sambil jalan. Bismillah.